الوصفة دي لعشاق الشوكولاتة. هنعمل عجينة بالشوكولاتة ومحشية شوكولاتة وعليها صوص شوكولاتة من فوق خطير. طالعة معايا بقى عجينتها مورقة وطرية وخفيفة وهشة جدا، وفيها كل المواصفات اللي انتوا عايزينها. يلا نبدأ الفيديو ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة هبدأ بتحضير العجينة. معايا 3 كوبايات من الدقيق، تلت كوباية من الكاكاو الخام اللي مهم جدا يكون طعمه كويس لان هتفرق معانا في الوصفة كلها. ومعانا معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الفانيليا. هنقلب كله مع بعضه، بس اهم حاجة نكون نخلين الدقيق كويس والكاكاو كويس عشان ما يعملش معانا اي تكتلات واحنا بنعجن. معايا بقى معلقة كبيرة من الخميرة، انا بستعمل الفريش، بس مش متاح عندك هتستعملي بدلها الفورية. معاها كوباية الا ربع من السكر، ضروري نزود كمية السكر لان الكاكاو بيمرر. معايا بقى كوباية من الزبادي، وهنزل بالمية بالتدريج. انا حطيت نص كوباية مية دافية، ولو احتجت تاني هزود. هقلب بقى الخليط كويس مع بعضه، ادوب الخميرة بتاعتي، وبعدين هنزل بالبيضة، وهحط معاها معلقة صغيرة من القرفة. ضروري تحطوا القرفة لان بتدي طعم جميل جدا مع الشوكولاتة، بيبقى فيه تناغم كده. فجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. هننزل بقى بالملح بعد ما بدأنا نعجن، وبعدين هضيف كوباية الا ربع من الزبدة الطرية او السمنة حسب ما انتي عندك في البيت، بس هي طبعا بالزبدة بتبقى احلى واطرى بكتير. عجنت كويس جدا لمدة 10 دقايق لحد ما بقت ناعمة معايا كده وطرية، وسبتها تخمر لمدة ساعة، ساعة ونص. خلاص هبدأ بقى افردها كده او اشكل على شكل مربع او مستطيل بحيث ان الف بسهولة. معايا زبدة ومعايا سكر ومعايا شوكولاتة مبشورة ومعايا قرفة ومعايا كاكاو. هبدأ بقى اخد الزبدة بتاعتي تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة عشان اعرف افردها كويس، وبعدين هبدأ احط السكر بتاعي، وبعدين هحط الشوكولاتة المبشورة او ممكن نستعمل شوكولاتة شيبس حسب ما انتي عندك في البيت. وبعدين حطيت برضو رشة من القرفة ورشة من الكاكاو. القرفة بجد جميلة قوي، يعني انا بحب القرفة جدا، فجربوها وان شاء الله هتعجبكم في الوصفة دي. هبدأ الف كده زي ما انتوا شايفين رول اكننا بنعمل سينابون بالظبط، وبعدين بقفل العجينة كده كويس عشان ما تفتحش معايا، وببدأ اقطع فيها. انا بقطعها بالفتلة بتديني شكل مستقيم وسليم، ما بيبقاش فيه اي شكل مش عاجبني. وببدأ اقطع كده كل قطعة قد التانية عشان الحجم يبقى مظبوط، وكمان الشكل يبقى حلو. هرصهم كده في الصينية واسيب ما بينهم مسافات بسيطة بحيث ان هم هيخمروا لسه تاني، واغطيهم واسيبهم يرتاحوا من ربع ساعة لنص ساعة حسب الجو بتاع الغرفة. هروح احضر الصوص بقى. معايا كوباية ونص من اللبن، عليهم نص كوباية من السكر، عليهم نص كوباية من الشوكولاتة المبشورة، مع معلقة صغيرة من القرفة. هحط معاهم معلقتين صغيرين من الكاكاو الخام، واهم حاجة طبعا ان الكاكاو الخام يكون طعمه حلو عشان الوصفة كلها تبقى معتمدة عليه. وضفت كمان فانيليا، وضفت قشطة من وش اللبن او قشطة معلبة حسب الموجود عندك. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض على البارد لسه الاول، ما شغلتش النار. وهضيف معاهم بقى معلقة ونص صغيرين من النشا. انا مش عايزة الصوص يكون تقيل قوي، انا عايزة الصوص يكون وسط كده، لا خفيف ولا تقيل، عشان نسقي بيه في الاخر ويدينا طعم جميل. هنقلب بقى باستمرار كده لحد ما يستوي معايا، وهرفعه من على النار احطه في كوباية واغطي الوش بحيث ما يعمليش قشرة على الوش. خلاص هروح بقى احضر بعد كده بقية الوصفة. العجينة خمرت تاني وظبطت وجاهزة انها تدخل الفرن. هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة 190 على الرف الوسطاني لمدة نص ساعة لساعة الا تلت. اهم حاجة ان احنا منطلعهاش قبل ما تستوي طبعا، وفي اخر 5 دقايق ممكن ندلها الشواية تاخد لون بسيط من فوق ونطلعها. اول ما تطلع من الفرن هنغطيها كده عشان تفضل طرية معانا وما تنشفش مننا. وبعدين بعد 10 دقايق كده او ربع ساعة هنسقيها الصوص الجميل ده، ونزينها بشوكولاتة مبشورة من على الوش، وتتقدم سخنة او تتقدم باردة، جميلة جدا في كل الاحوال. ان شاء الله هتعجبكم جدا لما تجربوها، بس اهم حاجة الكاكاو يكون نوع كويس جدا عشان هيفرق معانا في الطعم الوصفة كلها من اولها لاخرها. وطبعا نوع الشوكولاتة برضو اللي تستعملوه يكون نوع جيد. وجربوها بقى وان شاء الله هتعجبكم جدا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وتقولي لي رأيكم في الكومنتات تحت، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.